السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا كلكم بخير. قبل اي حاجه حابب اعتذر عن الفتره اللي انا كنت غبتها الفتره اللي فاتت دي، عشان انا كنت تعبان شويه، وكنت في نفس الوقت بجدد حاجات في الاستوديو كده معينه، عشان كان في بعض التقطيف كده كان لازم تتغير في الاستوديو. المهم ما علينا، خلينا نبدا في الفيديو. بقالنا اكتر من 50 60 100 سنه بنسمع عن استثمار الذهب، اشتري سبائك ذهب، خلي عندك ذهب، روح اشتري ذهب، روح اشتري سبائك ذهب. لكن في عدد قليل جدا حتى يصل الى الندره اللي كانوا بيتكلموا عن الاستثمار في سبائك الفضة. فخلينا النهارده نعرف كل المعلومات واحدة واحدة كده عن سبائك الفضة، وهقول لكم عن كل المعلومات ازاي تشتريها وتشتريها منين، وكل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها حتى عن الجرام المصنعية بكام. لكن حابب قبل ما نبدأ ان احنا نصلي على النبي، ولو انت ما صليتش روح صلي وتعالى ارجع للفيديو تاني. انا خلص الفيديو ده بيكون اذان الفجر تقريبا اذن، فاقوم مصلي على طول باذن الله تعالى. المهم عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو. انا مصطفى ودي شوردي. وده التيشيرت الجديد، يعني عجبني بصراحة، قلت اطبعه بقى واصور بيه الفيديو ده. لو حابب تشتري واحد هتلاقيه على الويب سايت موجود www.swordy.com، ولو انت عايز تحجز استشارة مالية او تشترك في الكورس برضه هتلاقيهم تحت في الديسكربشن، او من خلال الموقع www.swordy.com. بنسمع كده كل فترة عن استثمار جديد حصل في السوق، او استثمار قديم لكن احنا ما كناش بنسمع عنه، او حاجة جديدة ظهرت في السوق احنا كنا غافلين عنها. والفترة دي هي فترة الفضة، او الملاذ الامن للغلابة، او ذهب الغلابة. فخلينا كده ناخد معلومات عن ذهب الغلابة او الفضة في الفيديو ده كامل باذن الله، وبعد الفيديو ده انت تقدر بقى تحدد انت عايز تشتريه ولا لا. فيلا بينا بسم الله. خلينا نعرف اول حاجة كده معلومات عن الفضة. الفضة في معناها العادي هي معدن فلزي، يعني قابل للحرارة، قابل لامتصاص الحرارة، وقابل لتوصيل الحرارة والكهرباء، وفي نفس الوقت هو معدن نفيس، يعني معدن غالي زي الذهب، مش موجود بكثرة في باطن الأرض، فهو ليه قيمة برضو استثمارية عن قيمته الصناعية اللي احنا بنستخدمها في السلوك أو بنستخدمها في حاجات كتير جدا. وبعض الأواني القديمة اللي احنا كنا بنشوفها في مثلا قصور الملوك اللي احنا بنزورها كل فترة، بنلاقي عنده كوبايات فضة وعنده أزايز فضة وعنده حاجات فضة معمولة من الفضة دي، برضو كان ليها فليكس معين كده زمان زي الذهب كده. فدي معلومات سريعة لازم نكون عارفينها عن الفضة كده قبل ما نيجي نتكلم عن اي حاجه، عشان نبقى عارفين احنا رايحين نتكلم عن ايه. انا قلت في اول فيديو كده كلمه سريعه وقلت ذهب الغلابه او الملاذ الامن للغلابه. طب ليه اصلا الناس بتطلع الاسم ده على الفضه؟ ورغم برضو ان الفضه ليها قيمتها وليها وضعها صناعيا واستثماريا، الناس برضو شايفاها حاجه هامشيه، والناس اصلا ما بتفكرش فيها. ولو رحت قلت لواحد يلا روح اشتري سبيكه فضه هيضحك عليك. طب ليه اصلا هي خدت الوضع ده من الاول؟ ببساطه لان جرام الفضه كان يصل الى 8 جنيه في 2018، كان وصل ان هو بقى ب 6 جنيه و8 جنيه في 2018 وفي 2017. فالناس ما كانتش مدياله قيمه، زائد يعني الراي العام او الناس العامه كل واحد بيبص للذهب. يوم ما هتروح تخطب بالذهب، هتجيب شبكه ذهب 21، هتجيب شبكه ذهب 18. تخيل كده تروح لابو البنت اللي انت راح تتقدم له وتقول له يا عمي انا رايح اجيب شبكه فضه، هيرميك بره البيت يعني، فاهم؟ بس هو برضو معدن نفيس وليه قيمته، وان شاء الله قريب كده باذن الله ثقافه ان احنا نجيب شبكه فضه هتبقى منتشره باذن الله تعالى. يعني هنعتبرها ذهب ابيض يعني، مش مشكله. لحظه هشرب، اختي جايبه لي بازوكه فهشرب منها بقى، بفكر ارميها على تل ابيب والله. المهم نرجع لموضوعنا. ليه دايما الناس شايفه ان الفضه دي حاجه هبله كده، او حاجه هفق، او صاحبك الهفق اللي في الشله؟ ليه دايما الناس شايفاها كده؟ ده لان الصيت بتاع الفضه مش زي صيت الذهب. الذهب متصيط ان هو حاجه بقى السبايك والاستثمار والشبكه والجواز وكل حاجه انت بتحط فيها ذهب. طب الفضه موجوده يا معلم، لا لا لا، فضه ايه فضه ايه، ابعدني يا عم عن الفضه، خلينا نروح نشتري ذهب، الذهب مضمون. طب ما الفضه مضمونه. لا، هو الذهب مضمون لان احنا اتعودنا على كده في المجتمع. فاللي بيجي مثلا اليومين دول ومعاه 10000 جنيه وعايز يروح يشتري ذهب، بيلاقيه داخل الصاغه جايب جرام ونص وخسران فيهم، مصنعيتهم بتبقى جباره وفولاذيه وخارج وماشي، رغم ان هو اصلا عشان يحقق فرق الربح بتاع المصنعيه على سعر الذهب اللي كان اشترى بيه، هيلاقي ان هو محتاج يستنى كتير جدا، فلازم برضه كان يرجع ويشتري بسعر عالي مش اقل من 60 70 الف جنيه. لان زي ما احنا عارفين سعر المصنعيه في جرام الذهب الواحد في السبيكه الواحد جرام بيعدي ال 100 جنيه، رغم اصلا ان في السبائك الكبيره اللي هي مثلا ال 5 جرام وال 10 جرام وال 20 جرام ممكن المصنعيه تبقى 55 جنيه 56 جنيه، وبتوصل كمان للربع كيلو والكيلو ل 20 جنيه و18 جنيه. فهي برضو نفس الحاجات دي بتنطبق على الفضه بالظبط. السبائك الصغيره بيبقى ليها قياس مصنعيه اكبر، يعني بتبقى سعر المصنعيه بتاعتها اعلى، والسبائك الكبيره بيبقى ليها مصنعيه اقل وبتفضل تقل لغايه اما تطلع للكيلو. وقدام شويه في الفيديو كمان هنعرف ان يعتبر نفس الشركات اللي بتنزل سبائك ذهب بتنزل برضو سبائك فضه، لكن الطلب عليها مش ضخم زي
زي ما الطلب على الذهب موجود. يعني مش هتلاقي مثلا من كل 100 واحد في الشارع صاغه مثلا في عندنا في المنصوره، من كل 100 واحد هتلاقي واحد بس راح يشتري سبيكه فضه. يعني حتى الموضوع ده حصل معانا شخصيا، ودي حكايه هحكيها لكم في نص الفيديو كده. لما رحت اشتري سبيكه الفضه عشان اعمل بيها الفيديو ده، لقيت ان معظم الناس مش فاهمه او انا مش عارف اصلا افهم الناس ان انا عايز اروح اشتري سبيكه فضه. فالناس دايما من قبل ثوره سعد زغلول هم دايما على الذهب، اشتري ذهب اشتري ذهب اشتري ذهب، كنس ذهب فوق بعضه. طب ما الفضه موجوده، لا كنس ذهب فوق بعضه، الفضه مش مضمونه، الذهب مضمون، رغم ان الاثنين ليهم مؤشر عالمي مربوطين ببعض. كل ما الذهب زاد الفضه بتعلى وراه، الفضه بتزيد وراه. مش معنى ان الذهب بيزيد يبقى الفضه هيتخسف بقى الارض، لا الموضوع مش كده خالص. الفضه موجوده او ذهب الغلابه موجود في اي مكان انت هتحب تروح تشتري فيه سبايك ذهب، هتلاقي في مكان جنبه او نفس المكان بيبيع سبايك فضه. وبذكر الموضوع ده فاحنا بنتكلم عن الاستثمار، فلازم اديك مقارنه سريعه او يعني رينج سريع كده من 2018 ل 2025، يعني فرق 7 سنين. خلينا كده ناخد تواريخ سريعه عشان نفهم الوضع كان شغال ازاي من 2018 لغايه النهارده. يوم 18/7/2018 سعر جرام الذهب ال 24 كان ب 704، وفي نفس اليوم ده اللي هو 18/7/2018 سعر جرام الفضه الثلاث تسعات اللي هو 99.9، وده انقى نوع، ده زي ال 24 في الذهب، كان بسعره 9 جنيه 27 قرش. طب اتدقلك بقى معايا واطلع ل 18/7/2025 اللي هو بعدها ب7 سنين. يوم 18/7/2025 سعر الذهب ال 24 كان وصل 5803 جنيه. في الجانب الثاني بقى يوم 18/7/2025 في نفس اليوم سعر جرام الفضه الثلاث تسعات كان ب 66 جنيه ونص. فلو حسبه بسيطه كده هنلاقي ان الذهب في ال7 سنين دول كسب 8 مرات، قصاده الفضه كسبت 7 مرات، اللي هي فرق مره واحده بس. فاحنا بقى لو جينا قسنا ان احنا لو كنت انت شارب 10000 جنيه من 7 سنين ذهب، انت كنت هتجيب تقريبا كده حوالي 13 جرام 12 جرام 14 جرام، حاجه في الرينج ده. قصادها انت كنت ممكن تشتري فضه حوالي كيلو، سبيكه كيلو كده متقفله انت واخدها ومروح. الكلام ده طب ما انت هتقول لي يا مصطفى طب ما هي نفس الربحيه، طب ما انت كده كده اشتريتش، ما فرقتش كيلو قش زي كيلو حديد. لا فرقت، لان اللي مع 10000 جنيه النهارده في اليوم اللي بتسجل فيه الفيديو ده لو نزل راح اشترى ذهب ب 10000 جنيه مش هيعرف يجيب 2 جرام على بعض، يعني مش هيعرف يجيب 2 جرام ذهب على بعض. في الحين التاني انه يقدر بالفضه يشتري اكتر من 100 جرام. وانا اعرف ناس شخصيا ما اشترتش من 3 4 سنين عشان البادجت كانت بتاعتهم قليله ما تستحملش ان هم يجيبوا ذهب، ما اشتروش بحاجه وصرفوا الفلوس وما راحوش اشتروا فضه، رغم ان الفضه كسبت يعتبر قد اللي كسبته الذهب ناقص مره واحده بس في ال7 سنين دول. يعني اللي كان معاه 10000 جنيه عمل من الذهب 80000 جنيه وعمل من الفضه 70000 جنيه. طب انا برغي كل ده ليه وبقول لك كل رغي ده ليه؟ عشان اقول لك بص على الذهب وبص بصه تانية برضه على الفضه. انت راجل دلوقتي البادجت بتاعتك ما تسمحش ان انت تجيب سبايك ذهب اكتر من 5 جرام، روح بص للفضه. وانا حددت بالذات 5 جرام لان ده يعتبر من بدايته المصنعيه بتبقى خفيفه لطيفه كده 55 56 جنيه، مش زي المصنعيه بتاعه الجرام الواحد في الذهب اللي بتوصل ل 105 جنيه، ولا حتى الربع جرام الذهب اللي هو السبيكه الربع جرام دي اللي بتوصل مصنعيتها ل 196 جنيه. تخيل يا مؤمن انت هتشتري جرام ذهب مثلا ب 2500 جنيه، تحط عليه 200 جنيه زياده مصنعيه، يعني انت شايل جرام الذهب ده ب 2700 جنيه، اسف الربع جرام ذهب ده انت شاريه ب 2700 جنيه. انا بديك ارقام يعني الستريشن كده مش ارقام حقيقيه، انا بدي اي رقم يعني. فلو جينا خدنا نفس البادجت بتاعتك دي اللي هي هنفترض ان هي 3000 جنيه ورحنا اشترينا بيها فضه، لا انت هتقدر تشتري لغايه 30 جرام فضه. فانت بتقدر تحط رقم محترم في عدد جرامات الفضه ببادجت قليله جدا ما تسمحش ان انت تشتري ذهب. وبدليل الحسبه اللي انا لسه حاسبها لك دي، الناس برضو اللي كسبت في الذهب وكسبوا برضو في الفضه، يعني اللي اشترى ذهب كسب واللي اشترى فضه كسب، الاثنين كسبوا. وفي ناس ما كانتش تعرف ان انت ممكن تشتري فضه اصلا. في ناس شخصيا انا لما جيت كلمتها وخدوا معايا استشارات كنا بنتكلم مع بعض، بقول له اشتري فضه، قال لي فضه اعمل ايه؟ اجيب اساور مثلا واجيب خواتم واسيبها في البيت؟ لا، قلت له خفيف انت هتشتري سبايك فضه. فهو اصلا الشخص نفسه ما كانش عارف ان في حاجه اسمها سبايك فضه. في ناس كتير يعني ممكن تكون انت عارف وبالنسبه للفيديو ده بالنسبه لك تافه، لكن في ناس تانية ما تعرفش، في ناس تانية مش فاهمه ان في سبايك فضه بتتباع وفي حاجات فضه بتتباع، ونفس السيستم بتاع سبايك الذهب هو نفس سيستم سبايك الفضه. فالموضوع ده ممكن يكون ناس كتير جدا صغيرين في السن البادجت بتاعتهم مش ضخمه، البادجت بتاعتهم 3 4 5000 جنيه ما يقدرش يشتري جرام ذهب واحد بس يوحد رب، يعني جرام يخش يشتري جرام واحد ويمشي كده. لا، روح للفضه وبص عليها بصه واعمل الريسيرش بتاعك. او للناس اللي بتكره ان انا بتكلم انجليزي جوه الفيديوهات، اعمل البحث العلمي بتاعك او اعمل البحث على النت بتاعك. طيب خلينا نتكلم عن المعلومات بتاعه سبائك الفضه. بص يا سيدي، هقارن لك الفضه بالذهب تاني بس من ناحيه المصنعيه. مصنعيه الذهب زي ما احنا عارفينها
في ناس بتبيعها ب 56 جنيه وليها كاش باك 20 جنيه 25 جنيه 30 جنيه لو بالواجب. ومصنعيه الذهب في الارقام الصغيره بتبقى مصنعيه اكبر، والرقم بتاع المصنعيه ده بيقل كل ما انت تعلى بجرامات الذهب. شفت الكلام اللي انا قلته ده؟ انقله على الفضه. المصنعيه بتاعه الجرام الواحد في السبائك الصغيره اللي هي سبائك الجرام بيبقى مثلا من 25 جنيه وانت نازل لغايه كام؟ لغايه 3 جنيه و2 جنيه ونص في السبيكه النص كيلو والربع كيلو والكيلو. يعني من الاخر كده الجرام في السبيكه الجرام الفضه هيبقى اغلى مصنعيه تقدر تعملها زيها زي الذهب. هي نفس القصه ونفس الحوار. انت مصنعيتك هناك مثلا 200 جنيه او مصنعيتك هناك 100 جنيه، مصنعيتك هنا 16 جنيه او 20 جنيه. طبعا الارقام دي بتختلف على حسب الشركه المصدره للسبيكه نفسها والمحل اللي بيبيع لك. فانت لازم تروح لاماكن معتمده من BTC، وده اول شركه هتكلم عنها في فيديو النهارده. فانت عشان بس تفهم الوضع ده، انت لما تنزل تشتري حاول على قد ما تقدر ان انت تشتري سبيكه جراماتها كبيره، عشان لما تيجي تحسب المصنعيه ما تلاقيهاش كبيره عليك. هي نفس النصيحه اللي اي واحد في سبائك الذهب هيقولها لك. انا بحاول اقارن لك عشان تعرف ان الفرق ما بين الذهب والفضه هو لا شيء غير بس فكره السعر، او فكره زي ما انا قلت من شويه البادجت او المحفظه بتاعتك هتكفي ايه. واحد محفظته 5000 جنيه وواحد تاني محفظته 50000 جنيه، الاثنين مش هينفعوا يبقوا سواسيه. لا، ده هيبقى ليه طرق استثماريه معينه وده هيبقى ليه طرق استثماريه معينه مختلفه، حتى عن ابو نص مليون جنيه وابو 5 مليون جنيه وابو 50 مليون جنيه. كل واحد وشريحته وليه الادوات الاستثماريه المتاحه والمناسبه ليه. طب يا مصطفى اخلص من القصه دي، عدي بقى النقطه اللي بعدها، مصنعيه ومش مصنعيه. انا بقول لك الموضوع ده كتير ليه؟ عشان تركز عليه وانت نازل تشتري، ما تتخمش في مواضيع المصنعيه وتبقى فاكرها زي الذهب هيبقى 55 جنيه وكده. لا، الارقام بتختلف، بتوصل من اول 25 جنيه وبتفضل تنزل 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 كل ما انت ترفع في ميزان السبيكه بتاعتك لغايه 2 جنيه ونص للكيلو. يعني الكيلو من الاخر اهو هتدفع عليه 2500 جنيه مصنعيه. ولو انت فاكر ان الكيلو عليه 2500 جنيه مصنعيه ده كبير، حابب اقول لك ان كيلو الذهب عليه اكتر من 25000 جنيه مصنعيه. اولا كده سكه ودغري، انت مش هتبص لاي عيار من عيار الفضه غير الثلاث تسعات او 99.9. ليه؟ لان ده الموازي لل 24 في الذهب. انا بحاول زي ما قلت لك اقارن لك بالذهب عشان الموضوع يبقى مترجم بالنسبه لك. فلما نيجي نتكلم عن السبائك اكيد هتظهر لنا في بالنا اشتري شركه سبائك ايه، او ايه الشركه اللي اشتريها في السبائك. يعني مثلا في الذهب موجود في شركه زي سام، BTC، جولد ايرا. برضه نفس الموضوع في الفضه، BTC وسام وشركه تانية اسمها سيف هيفن او الملاذ الامن. الثلاث شركات دول احسن ثلاث شركات تشتري منهم فضه. وده بعد عصاره كده بقول لك ما تشتريش غير من الثلاث شركات دول، وخش للمكان او خش للمحل او خش للصاغه لقيت عنده BTC امسك فيها وقول له انا عايز الBTC واتكل على الله، خدها وامشي. وما تنساش الفاتوره، ما تنساش ان انت بتاخد كل حاجه بفاتوره، فانت هتاخدها معاك وتروح. فالثلاث شركات اللي انا قلت لك عليهم في الفيديو ده دول الثلاث شركات اللي انت تنزل تدور عليهم، اللي هم سيف هيفن او الملاذ الامن، BTC او سام. لو بصيت على السبيكه الفضه هتلاقيها هي نفس الذهب. يقول لك ليك كاش باك. كاش باك ده بيبقى على حسب سعر المصنعيه من سعر الذهب. يعني مثلا اللي اشترى جرامات كتيره مصنعيته يعتبر نسبيا قليله، الكيلو مصنعيته 2 جنيه ونص، الكاش باك بتاعها ربع جنيه. ليه هو ربع جنيه؟ والله انا سالته بجد، قلت له ربع جنيه عامل ايه بربع جنيه؟ يعني 250 جنيه مش عايزهم يعني فكك يعني. قال لي لا، هو الربع جنيه ده لما بتنزل بالميزان الكاش باك بتاعك بيزيد معاه. يعني مثلا 16 جرام عليها كاش باك 3 جنيه. هي بتبقى موضوع نسبي شويه. وعليها برضو نفس شروط السبيكه الذهب، ان السبيكه ما يحصلهاش حاجه، الغلاف بتاعها ما يحصلوش حاجه عشان تاخد الكاش باك بتاعك، ما تكسرش يعني السبيكه، ما تفتحهاش، الكلام ده كله عشان تاخد الكاش باك. نفس هو اللي بيحصل في الذهب، الموضوع مش مختلف. فكده اظن انا قلت لك على الشركات وقلت لك على الفضه وقلت لك على المصنعيه اللي انت تتكلم عليها وتتوقعها من التاجر اللي هيقول لك تشتري سبائك فضه عامله كام. تقول له انا هشتري سبائك فضه. لو قال لك استخدام ولا استثمار قول له انا عايز السبيكه 10 جرام، قول له انا عايز سبيكه بالبادجت بتاعتي. يعني قول له انا عايز سبيكه 10 جرام لو انت البادجت بتاعتك مثلا 1000 جنيه، قول له عايز سبيكه 250 جرام لو انت البادجت بتاعتك 16 17000 جنيه او 20000 جنيه. قول له اللي انت عايزه بس بالجرامات اللي معاك، بالفلوس اللي معاك. قول له انا عايز بيها جرامات، انا معايا 10000 جنيه عايز اشتريهم بسبيكه بالجرامات دي. هو يحسب لك الحسبه وراجع وراها، زي طبعا احنا هنراجع ورا اي حد يعني. طيب اهم حاجه بقى في الفيديو، ايه افضل شريحه او الشريحه المقترح عليها ان هي تشتري سبائك فضه؟ بالعقل كده سبائك الفضه اسمها ذهب الغلابه، اسمها الملاذ الامن للغلابه. اكيد مثلا مش هتبقى البلجتس، يعني اكيد هتبقى للغلابه. هو للغلابه اللي زينا كده. لان ببساطه انت ب 5000 جنيه تقدر تشتري كتير. يعني انت تقدر تشتري لغايه 40 جرام 50 جرام تقريبا معاك. لا، انت معاك ان انت تقدر تشتري سبائك كتيره
وتسيبهم عندك في البيت احسن ما كنت زي ما قلت من شويه تزنق نفسك في جرام ذهب يقطن ظهرك. هتلاقي سبيكتك مصنعيتها 100 جنيه وعليها كاش باك 20 جنيه برضه، فانت الموضوع ده هيبقى مؤذي ورخم قوي بالنسبه لك. فلا، ليه يا معلم للذهب كده؟ ما الفضه موجوده برضه، واذا اثبتت لك دلوقتي من 7 سنين ان هي زادت 7 مرات والذهب 8 مرات، هو بس متاخد صيت الذهب، لكن الفضه موجوده ومحترمه وليها مستقبل. وافتكر الفيديو بتاعي ده، الفضه ليها مستقبل فظيع في خلال ال5 سنين الجايين دول. اللي هيشتري دلوقتي ما ينساش كلامي ده، كمان 5 سنين هتشوف ارقامها عامله ازاي. فنصيحتي ليك، لو انت البادجت بتاعتك قليله بتاع 10000 جنيه 20000 جنيه، القي نظر على الفضه، بص على الفضه. اكيد في البلد اللي انت عايش فيها او في المحافظه اللي انت عايش فيها في مكان بيبيع فضه. وعلى فكره نفس اللي بيحصل في الذهب زي ما قلت، باكدها للمره المليون، بيحصل برضه في الفضه. المكان اللي انت هتشتري منه السبيكه تقدر تروح تبيعها له او تبيعها لاي مكان تاني، موجوده بالغلاف بتاعها، تمام، هتاخد الكاش باك بتاعك. لان هي الموضوع زي الذهب بالظبط، انت مش لازم تاخد السبيكه مني ولازم تبيعها لي انا بس، لا، انت ممكن تروح تبيعها لواحد تاني، ده شيء عادي جدا. انت عندك الذهب موجود زيه زي الفضه، عندك فضه، عندك سبيكه فضه، تقدر تروح تبيعها لاي حد بيتاجر في الفضه او ليه شغل في الفضه. طب دخلت محل وقال لك لا مش بشتغل في الفضه، عادي، اساله قول له فين المحل اللي هنا بيشتغل في الفضه، هيقوم مشاور لك هناك، يقول لك ده بيشتري سبائك الفضه، تخش تشتريها، تبقى عارف وانت نازل يومها حقوقك عامله ايه، يعني انت ليك كام، وتحسبها حسبه سريعه، تشوف جرام الفضه بكام وتحسبها برده نفس الحسبه السريعه، وانت بتبيع لقيت الارقام مقاربه او مطابقه، تمام، بيع. فاهم؟ هو الموضوع بسيط. وافهم دايما، قول له انت دي بكذا ليه، هيقول لك مثلا عشان جرام الفضه النهارده بكذا. طب مصنعيتها كام؟ مصنعيتها كذا. الموضوع ده كله حقك لازم تسال فيه، حتى في اكتر الحاجات اللي انت فاهم فيها. يعني حتى لو انت فاهم في الذهب وعارف الذهب وكل حاجه عن الذهب، وانت بتشتري قدام الراجل ده برده مش ملاك، عادي ممكن يغشك، يعني عادي ممكن يقوم ضارب لك 300 400 جنيه زياده لو انت شاري ارقام كبيره. ما هو 300 400 جنيه دول في جيبه هو، لا، لازم تبقى عامل حسابك لكل حاجه. وبقولها تاني وهعيدها تاني، الفضه ليها مستقبل كمان 5 سنين. افتكر كلامي ده واعمل سيف للفيديو ده، عشان كمان 5 سنين باذن الله تعالى انت هتشوف ارقام مختلفه وارباح مختلفه للفضه، انت شخصيا هتنبهر منها. يعني هم بالبلدي كده بيقول لك ده الذهب الجاي، هو ده الذهب الجاي. انا كده خلصت فيديو النهارده. الفيديو ده برعايه وودزي. وودزي شركه خشب بتصنع حاجات بريميوم للمكاتب او للاستوديوهات، بتبقى خشب بريميوم جدا. حتى المكتب اللي ورا اللي اتسند عليه ده اهو كده، ده اهو، ده من وودزي. هتشوفوا الويب سايت بتاعهم، هسيب لكم برده الويب سايت تحت في الديسكربشن، بصوا بص عليه. نيجي بقى لاخر حته في الفيديو، وهي النصيحه. وانا مش اهل للنصيحه ولا ملاك، لكن انا بقول لك حاجات انا عشتها وممكن انت تكون فيها دلوقتي، فانا بلحق اقول لك من دلوقتي ما تخشش في المواضيع اللي فيها فلوس حرام، ما تخشش في المواضيع اللي تلاقي حد فيها بيقول لك يا عم ما هو حرام اللي بيحصل فينا، ما تخشش في مواضيع واحد بيقول لك انت يا عم الحاجه الحرام دي يعني هي اللي هتموتك، يعني هي اللي هتجيب اجلك، هي اللي خلاص هتبوظ لك فلوسك. ما حدش يقول لك، او ما تخشش مع حد بيقول لك هات فلوس حرام وتبرع بشويه وبعد كده فلوسك هتبقى حلال. الناس دي كلها كل همهم ان هم يشيعوا الفساد في الارض على مصلحتهم الشخصيه او لاجل مصلحتهم الشخصيه، ودول ليهم عذاب اليم يوم القيامه قدام ربنا. ما تتوقعش خالص ان النار هتكتفي بشويه تقول لك خلاص يا خلاص انا مش عايزه، انا لا انا كده اتمليت. لا، النار ممكن تبلع كل الناس وتقول لك هن من مزيد. فانت ما تتوقعش مثلا ان طالما الشارع ده كله بيشرب خمره وانت هتشرب خمره زيهم في حجتك قدام ربنا ان الشارع ده كله بيشرب خمره. لا، مفيش حاجه اسمها كده. لازم دايما تتحرى الدقه في فلوسك اللي انت بتكسبها، لانك انت هتتسال قدام ربنا على كل ده. وافتكر دايما ان رزقك مع ربنا في السماء، مش رزقك مع واحد بيلعب قمار، ولا رزقك في الفوركس، ولا رزقك في اي حاجه فيها رهانات شبه CFD مثلا او الباينل اوبشن. لازم تبقى عارف حاجه زي دي، لان كل الكلام ده مجرد تفاهه. انا لغايه النهارده او انت مش هتشوف حد متداول مع مليونير، انا عمري ما شفتها، حتى وانا عيل صغير عمري ما شفت واحد متداول مليونير. لازم يبقى متداول وعنده اكاديميه بتاعه التداول، هو بيكسب من اكاديميه التداول ما بيكسبش من التداول. هتلاقيه دايما عايش حياته متواضعه كده، بيأجر عربيات بيأجر حاجات، بيكذب في الحياه. لازم يطلع دايما يوريك حاجاته في الفيديوهات بتاعته على اساس ان انت هتصدق الكلام ده، او ان انت مجرد ان انت شفت الكلام ده في فيديو يبقى الكريديبيليتي بتاعته بقت 100%، او الوفوق بتاع كلمته بقى 100%، فانت خلاص هتصدقه. يا جماعه، ايجار العربيات سهل، ايجار الفيلل سهل، ايجار اي حاجه سهل على النت. انا بفتح الكاميرا، انت ما تعرفش ايه اللي ورا الكاميرا، انت عارف اللي ورايا، انت شايف اللي ورايا، لكن انت مش شايف اللي ورا الكاميرا، انت ما تعرفش. ممكن يبقى في واحد واقف ورا الكاميرا، مفيش حد واقف ورا الكاميرا يعني، بس انا بقول لك ممكن يبقى واحد واقف ورا الكاميرا. فحكمتي ليك او حكمتي ليك الحكمه من الكلام اللي انا بقوله ده، او الحاجه اللي انا عايز اقولها لك من الكلام ده، ان انت دايما تتحرى الدقه في الفلوس اللي انت بتجيبها. والله 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 انا اول خاطئكم، يعني انا اول واحد مخطئ فيكم، انا مش معصوم من الخطا، لكن انا والله بديك النصيحه دي لان انا ممكن يكون ربنا يعني تاب عليا من حاجه انا كنت بعملها غلط في حياتي. اكيد
عملت حاجات كتير غلط في حياتي، ممكن اكون دلوقتي كويس، ما اعرفش كمان سنه هبقى عامل ازاي، لكن اتمنى من ربنا ان هو يثبتني على الحاجه الصح، وان انا امشي على الطريق الصح اللي يخليني يعني قريب منه، ان انا اقرب له مش ان انا ابعد عنه. يا ربنا دايما يثبتنا على دينه باذن الله تعالى. ودايما انا نصيحتي ليك، والله يا ابني، والله العظيم يا ابني، مفيش حد من الناس دي عايز لك مصلحه ولا عايز لك خير. انت اللي لازم تعوز نفسك الخير. لما واحد يجي يقول لك انا هعمل لك، خليك تعمل ملايين في اليوم زي ما انا بعمل، قول له خليها لنفسك، اعمل انت 10 مليون، خليها لنفسك، خليها لنفسك، ابعد عني. لو واحد جه قال لك انت بتستثمر غلط، هات الفلوس استثمرها لك، قول له استثمر لنفسك. فلوسك مش سهل ان انت تديها لحد يخسرك او يقول لك انها خسرت وهو حاططها في جيبه، وحصلت كتير جدا وهتفضل تحصل مع المغفلين اللي بيضحك عليهم وفاكرين ان العالم اللي احنا فيه ده ديزني لاند او كوكب زمردة، الناس فيه حلوه وطيبه ويا رب يكرمك يا رب. لا، مفيش حد كده. انا شخصيا قايل لك النصيحه دي، وانا شخصيا عامل القناه دي عشان المشاهدات، لان المشاهدات بتجيب الفلوس. انا شخصيا عاملها لان الناس بتحجز معايا استشارات، فانا باخدها. انا بكلمك بكل صراحه، انا بكلمك بكل صراحه، مفيش حد ملاك، بس انا على الاقل بديك النصيحه، وانا مش عايز منك حاجه. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تدعي لي، ورزقنا كلنا في السماء مع ربنا، مش رزقي في الفيديو ده ولا رزقي مع واحد هيديني استشاره، مفيش الكلام ده. كل حاجه تبع ربنا، وكل حاجه بتاعت ربنا بامر ربنا هتتم ان شئت او غصبا عنك، فانت لازم تقبل بيها، واللي مع ربنا دايما كسبان. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.